المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها اجتماع تقييمي للتعليم التمهيدي في البلاد، إجراء عمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء ل 300 مواطن، أكثر من نصف مليون نغفة دعم لأسر الشهداء في دقة محلية، زلزالان يضربان فنزويلا ويخلفان مئات القتلى والمصابين، آلاف الجنود يشاركون في مناورات عسكرية ببولندا، وروبيا يؤكد مراعاة مصالح الحلفاء في مفاوضات إيران والتمسك بحرية الكلام. أهلا بكم مشاهدينا. أجرت وزارة التعليم تقييما من 23 وحتى 25 من يونيو الجاري بقاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال في أسمرة بالتعاون مع وزارة الحكومات المحلية ومكتب الموارد البشرية في عدهالو حول مستوى التقدم المحرز في خدمات التعليم التمهيدي للعام الدراسي 2025-2026. وذكر وزير الحكومات المحلية السيد عبد الله موسى في الكلمة الافتتاحية في جلسة التقييم التي شارك فيها حكام الأقاليم الست ومسؤولو وممثلو الوزارات الشريكة والضيوف المدعوون بذل الجبهة الشعبية خلال فترة الكفاح التحرري وكذلك الحكومة الإريترية بعد الاستقلال جهودا هائلة واستثمارات كبيرة في قطاع التعليم. وذكر بأن على الإدارات مسؤولية كبيرة للمضي قدما في المبادرة التي أطلقت العام الماضي لفتح مؤسسات التعليم التمهيدي في جميع القرى. وأوضحت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد بأن سياسة وزارة التعليم تتمثل في ضمان تكافؤ فرص الحصول على تعليم جيد، وهو ما يعد الركيزة الأساسية في مسيرة تحقيق العدالة الاجتماعية. وقالت إن التعليم الأساسي في إريتريا مجاني وإجباري وحق وطني. وقدمت توضيحا استنادا إلى حقائق علمية حول أهمية مرحلة التعليم التمهيدي، مشيرة إلى إنشاء رياض أطفال في جميع القرى وتدريب نحو 6000 معلمة خلال العام الماضي لضمان نجاح البرنامج الوطني الذي أدخل العام الماضي لتوسيع فرص التعليم التمهيدي، موضحة أن هذا البرنامج المنفذ بإشراف مكتب الموارد البشرية في عدهالو ومشاركة أطراف متعددة قد حقق النجاح. وقدم مسؤولو مكاتب التعليم في الإقليم شرحا حول مستوى التقدم المحرز في خدمات التعليم التمهيدي وعمليات إنشاء مؤسسات جديدة وتطوير المؤسسات القائمة إلى جانب الإنجازات المحققة والخبرات المكتسبة. من جانبه قدم ممثل قسم التعليم العام السيد أبراهام رؤسوم توضيحا بشأن أهمية توجيهات استراتيجية التواصل الخاصة بمشاركة أولياء الأمور والمجتمع في مرحلة التعليم التمهيدي. وفي الختام وبعد مناقشة المشاركين وتقييم متعمق استنادا إلى التقارير المقدمة خطط العمل للعام 2026-2027، تم إجراء عمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء في العين لأكثر من 300 مواطن كانوا يعانون من مشاكل في الرؤية بالتعاون بين مستشفى نور العين ومستشفى قلوج الأهلي من 14 إلى 17 من يونيو الجاري. وفي توضيح أدلى به الدكتور أيوب بياني أخصائي جراحة العيون الذي قاد هذه العمليات الجراحية، قال أنه تم تحديد أكثر من 700 مواطن يعانون من مشاكل المياه البيضاء في العين من خلال الفحوصات التي تم إجراؤها عام 2025. وقد تم إجراء عمليات جراحية ل 350 شخصا في شهر يوليو 2025، وحاليا تم إجراء عمليات ل 300 شخص آخر. والدكتور أيوب أشار أيضا إلى أن العمليات شملت 8 حالات جراحية معقدة في العين و4 حالات جراحة بسيطة، بالإضافة إلى حالتين تم علاجهما من إصابات جراء حوادث تعرضت لها. وبالإشارة إلى أن العين عضو حساس ويجب اتخاذ الاحتياطات المناسبة لحمايته من الأمراض والحوادث، نصح بممارسة النظافة الشخصية وارتداء النظارات الشمسية. من جانبه أوضح المدير الطبي لمستشفى قلوج الأهلي الدكتور مرهاوي كفلوم أن المشكلة قد تمت دراستها بشكل صحيح والعمل يجري لافتتاح مركز لفحص العيون في المستشفى الأهلي في المستقبل، مشيدا بفريق مستشفى نور العين الذي يقدم خدمات طبية متميزة في المديرية. وأشار المستفيدون إلى أن الخدمات الطبية المقدمة ساهمت بشكل كبير في علاج مشاكل العيون لديهم، وأنهم تلقوا رعاية جيدة وسريعة وحثوا لتنظيم حملات مماثلة بشكل منتظم. يذكر بأنه تم إجراء عمليات جراحية ناجحة ل 136 مواطنا خضعوا لعمليات جراحية للعيون في مديرية قلوج في الفترة من 19 من يناير إلى 4 من فبراير 2026.
قدمت بمديرية دكم حريم مساعدات مالية تجاوزت نصف مليون نقفة لأسر الشهداء، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الشهداء من خلال مساهمات موظفي الحكومة والمواطنين والطلاب. وبحسب المعلومات الواردة من المديرية فقد جرى توزيع مبلغ إجمالي يزيد على 521 ألف نقفة على أسر الشهداء في 18 إدارة ضاحية، وبلغت مساهمة موظفي الحكومة 258,890 نقفة، فيما ساهم المواطنون بمبلغ 243,270 نقفة، بينما قدم الطلاب 19,272 نقفة. كما أفيد بأن أسر الشهداء تلقت إلى جانب الدعم المالي مساعدات عينية متنوعة في إطار الجهود الرامية إلى مساندتها وتقديرا للتضحيات التي قدمها أبناؤها. وفي كلمة له خلال المناسبة أكد مدير مديرية دكم حرس السيد يماني أبرة بأن دعم أسر الشهداء يمثل مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن، مشددا على أهمية تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي تجاه هذه الأسر. أحيا أبناء الجالية الإرثية في إيطاليا وألمانيا وهولندا في يوم الشهداء 20 من يونيو من خلال برامج وفعاليات تذكارية عكست الوفاة لتضحيات الشهداء. ففي إيطاليا نظم الإرثيون المقيمون في 17 مدينة فعاليات إحياء للمناسبة تمكنوا خلالها من جمع 39,811 يورو دعما لصندوق الشهداء. كما شهدت العاصمة روما مراسم رسمية ألقى خلالها سفير دولة إريتريا لدى إيطاليا السيد فيستاسيوس بطرس كلمة تناولت دلالات المناسبة وأهمية الوفاء لتضحيات الشهداء. وفي ألمانيا أقيمت فعاليات إحياء يوم الشهداء في عدد من المدن تضمنت مسيرات سير على الأقدام وإضاءة الشموع وعروض ثقافية وفنية. وخلال الفعالية التي أقيمت في برلين أكد القائم بالأعمال في سفارة إريتريا لدى ألمانيا السيد يوهانس والدو أن يوم 20 من يونيو يمثل مناسبة وطنية لتجديد الالتزام بترجمة تضحيات الشهداء إلى عمل وإنجاز، داعيا جميع المواطنين إلى تعزيز مساهماتهم في خدمة الوطن. كما شدد مسؤول الشؤون الجماهيرية والتنظيمية في فرانكفورت السيد طعام هيلي على أن الحفاظ على إرث الشهداء وتجسيد قيمهم مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن. وفي هولندا نظم الإريتريون المقيمون في 13 مدينة فعاليات تذكارية مماثلة أسفرت عن جمع 44,485 يورو لصالح صندوق الشهداء وبرامج رعاية أسر الشهداء. وخلال الفعاليات التي أقيمت في أمستردام وروتردام أكد كل من قنصل إريتريا السيد كبراب تولديه ومسؤول الشؤون الجماهيرية والتنظيمية السيد إسحاق مناسي أن إحياء ذكرى الشهداء يشكل فرصة لتقييم مستوى الوفاء بالعهد الذي تركه الشهداء وتجديد الالتزام. وفي السياق ذاته نظمت الجالية في مدينة وينبرغ الكندية فعالية لإحياء ذكرى الشهداء تبرعوا خلالها بأكثر من 3500 دولار كندي. اختتم في 24 من يونيو الجاري اختتمت فعاليات التنظيمات الشبابية المنظمة في مديرية مندفرة لمدة شهرين منذ بداية شهر أبريل الماضي. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية مندفرة الشاب صالح محمد سعيد بأن الفعالية المنظمة تحت شعار شباب يقظ ومنظمة قوية ومستقبل مشرق شملت مسابقات معلومات عامة ومنافسات رياضية وبرامج فنية وسمينارات بمشاركة الشباب من مختلف المؤسسات الحكومية. من جانبها أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي الشاب قرماي قبرو أن الهدف الرئيسي للبرنامج هو وضع الشباب في أجواء المنافسة لتعزيز قدراتهم، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 2000 شاب في الفعالية. وأكد مدير مديرية مندفرة السيد هزقياس وهبت على التعاون مع الاتحاد في مختلف البرامج التي ينظمها للارتقاء بقدرات الشباب وترسيخ القيم والثقافة لديهم. ووزعت في الختام الجوائز على الفائزين في المسابقات. مشاهدينا عشرتنا تواصل من الفضائيات الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قالت ديلسي رودريغز القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا أن زلزالين قويين ضربا البلاد مما أودى بحياة 32 شخص على الأقل، فضلا عن إصابة 700 آخرين جراء انهيار مبان في العاصمة كاراكاس ومحيطها. وقالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن زلزالا بلغت قوته 7.2 درجة وقع على بعد نحو 160 كيلومترا إلى الغرب من كاراكاس، وعقبه زلزال آخر بقوة 7.5 درجات بعد أقل من دقيقة. وتوقعت الهيئة استنادا إلى
نماذج لتقدير عدد الوفيات أن يرتفع عدد الضحايا إلى الآلاف، مع احتمال كبير أن يتجاوز 10,000. وأضافت أن البلاد تركز جهودها على الإنقاذ، بما في ذلك استقبال فرق إنقاذ من دول أخرى خلال الساعات القادمة، موجهة الشكر لقادة من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعبر قادة دول بينهم السلفادور وجمهورية الدومينيكان والبرازيل عن تضامنهم واستعدادهم لتقديم الدعم. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على تواصل مع السلطات الفنزويلية وتعمل على تنسيق جهود الإغاثة. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزارة التعليم تقدم خدمات التعليم التمهيدي. إجراء عملية جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء ل300 مواطن. تقديم أكثر من نصف مليون نخفة دعما لأسر الشهداء في دقم حريق. زلزالان يضربان فنزويلا ويخلفان مئات القتلى والمصابين. آلاف الجنود يشاركون في مناورات عسكرية ببولندا. وروبيو يؤكد مراعاة مصالح الحلفاء في مفاوضات إيران والتمسك بحرية الملاحة. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.